صديقي المحترم بيقول لي ايه، ما ينفعش تقول ان احنا فاشلين اقتصاديا. يا سلام، ما ينفعش احنا ندفن راسنا في الرمله زي النعام. ما اقولش احنا فاشلين اقتصاديا. ما هو لازم اقول احنا فاشلين اقتصاديا عشان نعترف ان احنا فاشلين اقتصاديا حضرتك، عشان نبدا نحل ونحل صح. ما هو انا لو انا ما بعرفش اسوق وعمال اقول انا بعرف اسوق انا بعرف اسوق، ما كل ما همشي خطوتين هعمل حادثه وهنوصل لنتيجه منيله والعربيه هتتكسر ونروح في 60 داهيه. وهو ده اللي حصل في اقتصادنا. بقالنا فتره قد ايه ماشيين بفكره اقتصاد الدوله، والدوله ماشيه بدماغ واحده بس. وصلنا لايه؟ وصلنا لدمار. سيبنا جميع انواع الاستثمارات الطبيعيه زي كل تجارب الدول اللي قبل كده اللي معروفه اللي ما فيهاش تجديد، يعني ان احنا لازم نبدا بالزراعه والصناعه عشان نعرف الناس تاكل عيش ويبقى في استقرار، ومن ناحيه تانيه نبني تعليم وصحه زي اي دوله في الدنيا عشان نقوم. لكن احنا ما عملناش كده. احنا قعدنا نبني 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 بنعمل كباري. مصر كانت مشكلتها مش لاقيه سكن عشان نبني 20 مدينه جديده، وفي الاخر اصلا فين اللي بنستفاد بالمدن دي خالص؟ احنا بنهجر الناس من اماكنها كمان عشان نبيع زي الوراق كده ورق، عشان نبيع حته الاراضي اللقطه والناس تترمي في الشارع. واحنا عندنا ملايين الشقق